احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. النهارده كان هنتكلم عن مهاجم نادي الاهلي الجديد والمهاجم السوبر، مهاجم اللي خاطف الاضواء وخاطف كل الناس وكل الاضواء عليه، فهنقول كل تفاصيل عنه، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. زي ما قلنا نتكلم عن مهاجم نادي الاهلي الجديد واخبار تانية برضه تخص نادي الاهلي، بس قبل اي حاجه زي ما اعتدنا نصلي على سيدنا محمد وبعد صلاه سيدنا محمد خلينا نخش على موضوع حلقتنا النهارده. اول خبر معانا وصول المعدات النادي الاهلي كان مستنيها من تقريبا من احنا كنا لسه بنلعب في الدوري. النادي الاهلي مستني المعدات بتاعته تعدي من الجمرك والكلام دوت، وصول المعدات. ايه هي المعدات دي اللي هتساعد النادي الاهلي يبان بشكل مختلف في الموسم القادم؟ مش في الصفقات بس، لكن في المعدات التدريبيه كمان. هو اول معده معانا هي مدفع الكوره اللي احنا كلنا شفناه. مدفع الكوره ده متخصص لتدريب برضو اللعيبه وحراس المرمى بالذات. تاني حاجه جهاز تدريبي للعيبه على ضربات الراس، اللي هو الجهاز اللي شفناه العالي اللي بيخلي اللعيبه تجري وتنط توجه. الجهاز ده برضه هيفيد اللعيبه كدفاع، كالهجوم، كخط راس، كاللعيبه كلها هتستفاد منه كنواحي في اللعب الراس بالدماغ يعني، والكلام ده. كذلك بقى هيطفش الكوره او هيسلم الكوره بالدماغ او هيجيب هدف. كذلك الامر بتخليه يتحدث في كل حاجه الجهاز دوت. تاني حاجه وبرضه جهاز مجسمات لتحديث اللعيبه في الفاولات. مجسمات كام معينه بتتحط بشكل معين بتخلي اللعيبه تتحسن في المستويات. الكرات الثابته، الكرات الثابته بتخلي اللعيبه تعرف تلعبها بشكل احسن. احنا عارفين المجسم العادي اللي هو بيتثبت كده في الارض وانت تلعب بقى من قدام، تلعب من وراه، تلعب. لكن المجسم ده بشكل مختلف في تطور احسن بكتير، فبيخلي اللعيبه تحس ان الفاول ده بجد حقيقي، اللي هو في صوت شخص هينط كده او هيروح كده. فمجسمات بشكل افضل بتساعد اللعيبه ان مستواها يتغير في الكرات الثابته بشكل عالي جدا، بشكل عالي جدا. تانية برضو حاجة معانا تخص برضو في المعدات الجديدة بتاعت النادي الأهلي. في لوحات بقى، لوحات خاصة بالجهاز الفني، اللوحات الخاصة دي اللي بيشرحوا عليها الحالات الفنية للعيبة وكذلك الأمر. بس اللوحات دي بشكل مختلف جدا، مش لوحة كده بتكتب عليها بقلم، لا دي لوحة بيتم توصلها بالكمبيوتر أو باللاب. أي شغل أنت هتشتغل عليه بيتم توصيلها ليه لوحة بشكل مختلف بتسهل على اللعيبة الشرح. ممكن وأنت واقف كده خلال المباراة تنادي 2 3 لعيبة تشرح الأمر بكل سهولة جدا اللي أنت عايز توجهه لهم. فلوحة تخلي اللعيبة اسرع وفهما للشرح الفني اللي المدير عايز يقوله يعني سرعه. وجهاز المقياس البدني، جهاز المقياس البدني انت جريت قد ايه، انت البدني بتاعك كان عامل قد ايه في الماتش، 70% 80%، كان مستواك قد ايه في المباراه. ده يحدد اللعيبه مستواها عالي ولا واطي ولا. فانا شايف الجهاز ده برده عالي جدا. وللعلم برغم كل الاجهزه اللي قلتها لك لسه في اجهزه لسه ما وصلتش برده من الجمرك للنادي الاهلي واللي هيتم الاعلان عنها. بس تعال كده ساعتها انا عايز اقول لك حاجه. النادي الاهلي ما عملش حاجه العظمه، النادي الاهلي ما عملش الحاجه الجامده الواو. النادي الاهلي عمل الحاجه اللي كانت المفروض تحصل في الاهلي والزمالك في الانديه الكبيره بتاعت مصر من زمان. مش من زمان قوي يعني، من كام سنه. الحاجات دي كانت المفروض تكون في الاهلي والزمالك. الحاجات دي موجوده في اي نادي عالمي، في اي نادي كبير بينافس على جميع البطولات. الحاجات دي موجوده. ريال مدريد، اي نادي انت عندك نادي في مصر عنده الحاجات دي، عندك نادي بيراميدز عنده الحاجات دي كلها وبيتم استخدامها. يعني نادي الاهلي ونادي الزمالك المفروض يكون عندهم الحاجات دي من بدري. انا شايف الناس فرحانه ان الاهلي لا، الحاجات دي يا جدعان كانت المفروض تبقى عندنا من بدري. بس هي خطوه حلوه النادي الاهلي اهو عملها، المهم اللي هو عملها. عقبال نادي الزمالك. طبيب نادي الاهلي ابو العينين طلب عدم الاستمرار في منصب طبيب نادي الاهلي، طلب ان عدم الاستمرار يعني هو عايز يرحل. ده تاني خبر برضو معانا يخص نادي الاهلي. تاني خبر معانا هو بقى راس الحربه بتاع نادي الاهلي الجديد. موديست راس الحربه نادي الاهلي الجديد كان بيلعب في بروسيا دورتموند الفريق الالماني. احنا كلنا عارفينه زيه يعني، هو بينافس البايرن ميونخ تقريبا. بروسيا موردن ده هو تقريبا المنافس الوحيد للبايرن ميونخ في الدوري الالماني. هو كان بيلعب في الفريق ده قبل ما ينتقل لنادي الاهلي حر، كان عقده انتهى مع الفريق وانتهى للنادي الاهلي حر. اللاعب دوت لعب طول موسم، لعب يعني في الدوري الالماني كله على بعضه 209 مباراه 209 مباراه، سجل خلالهم 85 هدف وصنع خلالهم 17 هدف. انا شايف صناعته قليله جدا بالنسبه لاعب لعب 209 مباراه، فصناعه قليله جدا. اما الاهداف
شايفها اهداف معدل جيد يعني جدا، لكن الصناعه لا، شايفه ضئيل جدا في الصناعه. ضئيل، معنى كلمه ضئيل في صناعه الاهداف ان 17 هدف في 209 مباراه، فرقم قليل جدا. اما الاهداف شكل جيد جدا. شفنا لعب، هو اللاعب جنسيته فرنسي ولعب في الدوري الفرنسي ولعب في الدوري الالماني زي ما قلت لكم، عنده 35 سنه. هو في ناس شايفه ان النقطه 35 سنه دي مش كويسه، لكن يا جدعان اللعيبه اللي متاسسه اوروبي وهو اساسا مولود في فرنسا، فاللعيبه اللي زي كده فالبدني بتاعهم بيكون عالي. 35 بالنسبه لهم سنه دي لا، لسه انا لسه فيا لسه عندي 7 6 سنين العب عادي. ممكن ده يعتزل على سن ال 40 سنه، ممكن يلعب 5 سنين كمان، ممكن يلعب 4 سنين كمان، ممكن يلعب 3 سنين. فلا لسه. فانت ممكن تجيب راس حربه يلعب معاك سنتين بعد كده يمشي، لا انت ضامن ممكن يلعب معاك 3 سنين 4 سنين وهيعتزل. فاهمني؟ بس هيلعبهم بشكل جيد جدا. تعال اقول لك بنود التعاقد. اول بند يتم تفعيل تجديد التعاقد بعد يشارك اللاعب في عدد من مباريات معين. هم اتفقوا على عدد من المباريات، مثلا انت هتلعب 50 مباراه، لو لعبت 50 مباراه انا هجدد لك العقد تلقائيا. ده اول بند موجود في التعاقد. تاني حاجة، يحدد النادي الأهلي مكافأة ليه إذا لو سجل عدد أهداف معين، يعني لو سجل عدد أهداف معين هم مش معلنين عنه النادي الأهلي، لو سجله هياخد مكافأة. وتاني حاجة، لو حصل على بطولة أفريقيا وبطولة كأس العالم فبرضه هياخد مكافأة خاصة للاعب. دي البنود اللي اتحطت في العقود، وفي بنود تانية بس ما اعلنش عليها ومحدش يعرف عنها حاجة. فدي البنود اللي اعلنت عليها ودي التعاقد معاه. أنا من وجهة نظري ورأيي فأنا شايفه مهاجم سوبر، معنى كلمة سوبر لمستوى الدوري المصري بتاعنا، فهو مهاجم عالمي جدا، ومهاجم جاي من فريق كبير بروسيا دورتموند، ففريق مش ضعيف، لا فريق كبير بقول لك بينافس بايرن ميونخ. انت عايز ايه اكتر من كده؟ فانا شايف ان هي صفقه بامانه هتغير شكل هجوم نادي الاهلي الموسم القادم. واتوقع النادي الاهلي، كأنا هو بقول زملكاوي بس اتوقع النادي الاهلي هيحصل على جميع البطولات، ومحدش ولا بيراميدز ولا زمالك هيقدروا يقفوا في صف نادي الاهلي قصاد نادي الاهلي الموسم اللي قادم دوت. دي اخبار نادي الاهلي كلها. وفي نهايه الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.